السلام عليكم. انتشر في الآونة الأخيرة دي بكثرة وبصورة بشعة إن بعض الناس وربما ممن ينتسبون للعلم الذين يتصدرون الشاشات التلفزيونية يتكلمون عن الصحابة بطريقة رثة ليس لها قيمة وطريقة مستفزة جدا. فتجد مثلا أحدهم يتحدث عن الصحابي فلان ويتكلم بطريقة لا تليق بمقام الصحابة رضي الله عنه، فضلا عن ان في بعض الناس يتطاولون ويسبون الصحابة، وهذا حدث كثيرا وسمعناه، وكان ينبغي على ولاة الامور ان يوقفوا هؤلاء عن الكلام في حق الصحابة بهذه الطريقة. لدرجة ان في ناس بدأوا يشككوا في الصحابة وقدرات الصحابة. المفروض ان الصحابة دول يا جماعة اللي هم حملوا الدين اصلا لينا. فعشان كده انا حبيبي في الله اكلمك النهارده عن الذين يكرهون ويبغضون الصحابه ويسبون الصحابه، وايه فضل الصحابه علينا، وايه اللي الواجب علينا نعمله تجاه هؤلاء الذين استخدمهم الله عز وجل لنصره دينه. فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل كبير جدا علينا بعد الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من الخذلان الكبير وعدم التوفيق من الله تبارك وتعالى أن يجعل العبد يخوض في سير هؤلاء ويتكلم عنهم بكلام فاحش بذيء. وليس هناك أي وجه لأحد أن يسب وأن يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فضائلهم كثيرة جدا يعلمها الجميع. فهم الذين نصروا الدين ونشروه، وهم الذين قاتلوا المشركين، وهم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة والأحكام، وقد بذلوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم في سبيل الله. وقد اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يسبهم ويبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم ويتبعهم إلا مؤمن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه البخاري ومسلم. فإذا كان الإيمان ينتفي عن رجل يبغض الأنصار ويثبت له النفاق، فكيف بمن يبغض الأنصار والمهاجرين، وهم الاثنين صحابة، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كتير قوي بنسمع بعض الشيعة البغضاء البعداء الذين لهم دين آخر غير دين الإسلام يتطاولون على أمير المؤمنين عمر، ويتطاولون على أم المؤمنين عائشة، ويتطاولون على أمير خليفة النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، ويتكلمون بكلام فاحش بذيء يظنون أنهم يتعبدون إلى الله بذلك، بهذا السب والقذف في حق هؤلاء الأكابر الذين حملوا لنا الدين، والذين لن تأتي الدنيا بمثلهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أفضل القرون قرني. فيتناولون أمير المؤمنين عمر بالسب والقذف، وأم المؤمنين عائشة وحفصة أم المؤمنين، وهؤلاء لا يعلمون أن هذا من كمال الدين، أن يؤمنون بالصحابة وأن يحترموهم ويوقروهم. ونحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرط في حب أحد منهم أبدا، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم ونحب من يحبهم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في شرح الطحاوية: وقد فصل بعض أهل العلم في بغض الصحابة فقالوا: إن كان قد وقع في بغض بعضهم لأمر دنيوي فلا يقع في الكفر والنفاق، وإن كان لأمر ديني باعتبار كونهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفرهم. وهذا تفصيل حسن لا يخالف ما قدمناه، بل يبينه ويؤكده.
قال أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه في الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل مثلا، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير من ولي الأمر، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. فهذا أمر خطير جدا إخواني. يعني لما تبص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تسبوا أصحابي. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيخلينا ناخد بالنا من الأمر ده: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنت أنفقت قد أحد ذهب في سبيل الله ما تحصلش مد الواحد منهم يتصدق بيه ولا حتى نصه. شوف قدر الصحابة. ولو ظللنا نتحدث عن الصحابة أيام لن نوفيهم حقهم، يعني ما نحن فيه من نعمة. والله أرى أن الصحابة لهم فضل عظيم جدا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما نحن فيه من نعمة عظيمة جليلة، ألا وهي نعمة الإسلام والإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على عصاة المسلمين وأن يهديهم إلى سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.